انا لما اقولك شيطان اللي هيجي في دماغك كيان دموي بيحب القتل والشر، بيعيش في الضلمة. بس ده مش اخطر شيطان بجد. اخطر شيطان هو اللي بيعيش في النور، بيضحك ويهزر ويتكلم عادي، لكن جواه في حاجة مكسورة، حاجة بتخليه يقتل من غير ندى. موضوع النهاردة مظلم وممكن يسبب توتر لناس معينة، فلو قلبك ضعيف او صغير في السن فالفيديو ده مش ليك. اما لو مستعد فيلا نبدأ. ويل جراهام ده مش محقق عادي بيقعد ورا مكتب يدور على ثغرة في شوية ورق متراكم. ده بيمشي في ظلمة عقول القتل، بيحس اللي هم حسوه وبيشوف اللي هم شافوه. ما بيحلش الجريمة، هو بيعيشها. بيشوف مسرح الجريمة بعينه ويقوم عامل لودنج، يدخل دماغ القاتل كأنه بيتفرج على نتفليكس من جوه المجرم، ويقولك والله هو قتله وبعدين تف عليه وشتمه، وده يدل على حقد القاتل ليه. يبقى القاتل ده اكيد واحد قريبه، ابن خاله مثلا، والمصيبة ان يطلع ابن خاله فعلا. تحس انطباع اولي على ويل جراهام انه ذكي ومرعب وغامض، وده اللي بيخوفني فيه بصراحة. لكن تيجي بقى اللي ما ينفعش تمسكه، مش لانك مش شايفه، لانك مش مصدق ان المجرم بيبقى بالشكل ده. موضوع فيديو النهارده هانيبال. لو فكرني ان انا هقولك ان هو شخص مضطرب وتعبان وعمال يرعش، فانا هقولك عكس كده خالص. هانيبال ده راجل مؤدب، دايما لابس شيك كأنه رايح انترفيو مش قاعد في بيته، بيتكلم 5 لغات وبيطبخ زي الشيف براق، بيقرأ أفكار الناس كأنهم كتاب مفتوح، بيقعد في العيادة بتاعته علشان يساعدك تحل مشاكلك النفسية علشان هو شغال دكتور نفسي. يطبخ أكلة ويقول لك دي من لحمة نادرة 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 يعني، وانت بتاكل بقى وتقول الله على الطراوة، ايه اللحمة العنبر دي، ده انا هتجنن، وانت مش عارف انك بتاكل موظف البنك اللي اختفى من اسبوع. لو قالك تعالى الجلسة النفسية نتكلم شوية اهرب، انك ممكن تبقى انت العشا بتاعه. وهنا بنشوف تناقض رهيب بين الشخصيتين، شخصية غامضة ومشكوك فيها لكن في نفس الوقت في طيبة غريبة كده، وشخصية جامدة من كل النواحي بس يا حسرة قاتل متسلسل، شيطان عامل نفسه ملاك. وهنا تبتدي تسأل نفسك، هو في فعلا كده؟ ازاي شخص مثالي وعنده كل حاجة يوصل لمرحلة انه يقتل فجأة من غير سبب واضح؟ انا عبد الرحمن في المجهول، ويلا ندخل في المجهول. لو هنيجي للواقع بعيدا عن المسلسلات، عندك هارولد شيمبيان اللي خلص على اكتر من 200 شخص، اغلبهم مرضى كبار في السن. كان محترم جدا في المجتمع والناس بتثق فيه، محدش شك فيه لانه الراجل الطيب اللي بيعالج الناس. بس هو في الحقيقة كان بيديهم حقن فيها سم، يدب الحقنة من هنا ويطلع بره يقول تعيش انت الحاج ربنا افتكره. يا بجحتك يا اخي. عندك كمان ألبرت فيش، قاتل متسلسل من القرن العشرين، كان بيكتب رسائل فيها وصف مفصل عن جرايمه بعنوان حياة جزار، وكان بيتكلم عنهم كأنهم فن، ويطبخهم وياكلهم مقلي ومشوي وينزل عليهم بسلطات. وتيد بندي كان قاتل متسلسل برضه بس فرع النسوان، قتل 30 بنت، كان برضه مثقف وكان بيشتغل في السياسة. القتل مش حاجة جديدة على شخص سياسي أصلا، كان ذكي جدا وبيعرف ينصب على الكل، وسيم وعنده كاريزما شبه هانيبال كده. طب ايه اللي بيخلي القاتل يبقى قاتل؟ انا ما فهمتش برضه، هفهمك. مستعجل ليه؟ طبخة على نار هادية. مبدئيا كده القاتل المتسلسل بيبقى فيه حتت في دماغه ضربة. عندك مثلا اللوزة الدماغية او زي ما بحب اسميها الضمير العرب، شغلتها تقولك عيب حرام كوخ يا ولد. لكن عند القاتل المتسلسل اللوزة بتبقى نايمة وشادة الغطا، مفيش خوف ولا تعاطف، وشه بيبقى عامل زي الطوبة كده، ملوش ملامح. وكمان القشرة الجبهية الأمامية دي مسؤولة عن قراراتك، تحكمك في نفسك. عند القاتل المتسلسل القشرة الجبهية بتبقى مش شغالة، بايظة ولا كأنتها موجودة أصلا. والدوبامين هرمون السعادة. انت يا صديقي المشاهد لما تكسب في جيم أو تاكل أكلة بتحبها، مخك بيفرز الدوبامين فتتبسط، وشك ينور كده. أما القاتل المتسلسل لأ، هو بيفرز الدوبامين لما يقتل حد، يعني ده بالنسبة له ليفل كومبليت، ويبقى فخور بنفسه زي ما يكون جاب كاس العالم. طب انا مش فاهم برضه، هو بيتولد كده ولا الدنيا جت عليه؟ اصل الواحد في طبيعته بيبقى مجنون خلقه اصلا. في جين اسمه موحى، مش عارف ايه الاسم ده بس ده اسم جين، بيقولك عليه جين المحارب. لو حصل فيه خلل الشخص بيرسبن في الدنيا متبرمج على هدف واحد، ان هو يقتل، ومعظمهم اتعرضوا لعنف جسدي او نفسي، ضرب، شتيمه، مفيش اهتمام، الاهتمام ما بيطلبش، او صدمه وهم صغيرين زي تحرش او خسروا حد مهم في حياته في سن صغير، فالدماغ اتعلم ان العنف هو طريق الحياة. يا سلام. طبعا واحد نصح يسألني، انا ابويا كان بينزل عليا بالخرزانة بيعمل لي ختم النسر، ما طلعتش قاتل متسلسل ليه؟ ده لانه عندك ضمير يا صديقي المشاهد،
وتربيت في بيئة كويسة وعندك ناس في حياتك اهتموا بيك وعرفوك الصح من الغلط، ام او خالة عدت من جنبك قالت لك اتلم. بس القاتل المتسلسل ما اتولدش معاه اب او ام، هو اتطرح على الارض، اتطرح كده يا امها خرابة. وفي الختام محدش يقدر يفهم دماغ القاتل بالظبط، يمكن لاننا منخاف نلاقي جزء مننا جواه. لكن السؤال الحقيقي هنا مش هو ليه قتل، السؤال هو امتى ممكن اشوفك في الفيديو الجاي. ما تنسوش اللايك، وكان معاكم عبد الرحمن في المجهول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.